مرحبا، شلونكم متابعيني؟ اليوم دولمة طيبة ولاجعة وحامضة، وثاني شي هي بدون لحم وبدون اضافات اي سوائل بيها. شوفوا الفيديو للنهاية، اكيد راح تعجبكم الوصفة، وسووا لايك واشتراك بالقناة، ويلا نبدي على بركة الله. عندي باقي السلق، غسلتها زين، ضفت عليها الماء المغلي لمدة دقيقة. مجرد ما يتغير لون السلق راح نصفيه من الماء المغلي. وهسه نحضر حشوة الدولمة السهلة والبسيطة، وطعمها كلش مميز. عندنا طماطة حجمها وسط، قطعتها ناعم، نضيف عليها تمن حبة قصيرة نقعته قبل نصف ساعة، ونخلي راس بصل و4 فصوص من الثوم وكرفس. وهسه نضيف عليهم عصير ليمونتين، ربع كوب من زيت الزيتون، كل ما تكون بيها دهن تصير ملمسها ناعم وطيبة. وراح نضيف معلقة كبيرة من معجون الطماطة ومعلقتين من دبس الرمان. بالنسبة للتوابل نضيف رشة ملح، فلفل أسود، بهارات السبعة، بابريكا، وشوية كاري. أخلط المكونات بيدي وأجانسها للحشوة. الحشوة صارت جاهزة، وهنا الخضار استخدمت الفلفل الرومي الأصفر والأحمر والطماطة والبصل. انتو شو تحبون خضار ضيفوا، خيار، كوسة، باذنجان، بكيفكم، كل واحد وذوقه والمتوفر عنده. وبجدرية حطيت زيت الزيتون، راح صفيت الفلفل والطماطة بعد ما حشيتهم والبصل، وأيضا راح ألف أوراق السلق. وهنا مثل ما تشوفون أوراق السلق قطعتها قطع صغيرة ولفيتها يصير حجمها حلو ومرتب. وراح أرتب الجدر بأوراق السلق. والأخير ضفت أعواد السلق، وأيضا عندي أعواد من الكرفس حتى نستفاد من فوائده. وهسه راح نخليهم على نار متوسطة، لا هي عالية ولا هي ناصية جدا، طبعا بدون إضافة أي ماء وأي سوائل ثانية. مجرد غطيتها وعلى نار تكون متوسطة، وبعدين أهدئ النار، هي راح تطلع كل السوائل مالت الخضار وتطبخ نفسها بنفسها. قبل ما تستوي بنصف ساعة ضفت لها عصير ليمونتين وزيت الزيتون حتى ينطينا لمعة كلش حلوة للدولمة. والدولمة أخذت وقت وياي ساعة على النار تكون هادئة، وطفيت النار. وهسه نحضر صينية الدولمة، نخلي الخبزة ونقلب الدولمة ونشوف الشكل النهائي. وهذا الشكل الأخير للدولمة، تكون لامعة ولاجعة وحامضة وتخبل وتذوب بالفم. أنصحكم تجربوها. حبايبي، وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم في الفيديو القادم، مع السلامة.